السلام عليكم، كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم واحد المقطع ديال فيديو غيكون صغير، يعني ماشي طويل بزاف، ولكن غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنحضروا ملوزه ديال البيان اولا كعبوزه. المهم هما كيتحضروا بنفس الطريقه كيفاش كنعدلوا البيان. هنا كاين اولا فول السوداني، ما كل واحد شنو كيسميه، اولا الكاوكاو. المهم بالنسبه للبيان اللي كنشرو اولا فول السوداني اولا الكاوكاو كنشريو الكاوكاو اللي مسلوق. يعني ملي تمشي مثلا تشري كتقول له عطيني كاوكاو اللي مسلوق، كما كتشوفوا بهذه الطريقه كيكون، يعني ماشي بهذه الطريقه وكيكون بيض، ولكن هنايا سلقته، يعني عملتلو كتعملوه في الماء ياك وكتنزلوه يغلي 2 الغاليات وكتطفيو له بوطه، يعني ما كتخليوهش للعافيه يعني حتى يغلى بزاف. يعني المهم انا قلت لكم 2 اولا 3 فقط، كتطفيوه بالعافيه عليه. من بعد كتصفيوه من ديك الماء اللي كيكون فيه، ما تخصلوهش. كتعملوا شي دره مثلا اولا فوطه ولا المهم سربيته تكون كبيره هكذا، وكتعدلوا فوق منها وكتخليوه ليله كامله، اولا مثلا تعملوا في 8 الصباح الى حتى العشيه حتى الليل عاد تحتاجوا، المهم على حسب. من بعد ملي كتعدلوه كتخليوه حتى ينشف، يعني ما تعملوش مثلا في الشمس اولا تخرجوه يكون يضرب فيه الهواء، غير في الدار عادي ما كيوقع له حتى شي حاجه. يعني هو اصلا كيصبح يعني كيصبح ناشف غير في الدار ولا في كوزينه ما فين ماكل. كما كتشوفوا من بعد ما نشف كيولي بهذه الطريقه هذه. بهذه الطريقه كيكون، يعني بهذه الطريقه هذه كيكون. هنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو مسلوق، يعني كيلو ديال الكاوكاو مسلوق كما كتشوفوا بلا قشور، وعندي هنايا 500 غرام ديال السكر. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالو، اول حاجه غناخذ هاد الكميه، يعني هاد كيلو ديال الكاوكاو مسلوق غادي نطحنو، يعني غادي نطحنو الطحنه الاولانيه، غادي نطحن هادشي هاد الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد غادي نضيف له السكر، يعني عاد نعاودو الطحنه الثانيه. من الطحنه الاولانيه غادي نطحنو بلا سكر، غادي نطحنو ونرجع لكم. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما طحنته كيكون بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. بعد ما كنطحنوه الطحنه الاولانيه طحنوه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا في لا فيديو، تيولي بحال هذا الشكل هذا. ودابا غادي نضيف له السكر وغادي نرجع طحنوا الطحنه الثانيه، يعني الطحنه الثانيه غادي تطحن بالسكر. بالنسبه للسكر غادي نخلطوه فيه، يعني ماشي مثلا غادي نوضع شويه ديال البيان وشويه ديال السكر، لا، يعني غادي نخوي السكر كامل. هنايا 500 غرام ديال السكر غادي نخويها كامله على الكاوكاو، وغادي نخلط الكل مع بعضياته مزيان، يعني غادي نخلط كلشي وغادي نبدا نطحن الطحنه الثانيه. وهنا من بعد ما خويت السكر كما كتشوفوا بهذه الطريقه غادي نخلط الكل مع بعضياته مزيان وغادي نرجع لكم. بعد ما طحنته مع السكر كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه في لا فيديو، هذا هو الشكل ديالو، الشكل النهائي. دابا يمكن نخدموا به. كنتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. بالنسبه للطريقه فحال وسحل بيان، يعني ما كاينش اختلاف.